خلاص تعبت وزهقت ونفسي افرح بجد، وبقيت حاسس ان ربنا مش هيفرحني، وهفضل كده لحد ما اموت ما اشوفش بفرحة وسعادة تدخل وتدق القلب. ما تزعلش لو ربنا اخر عنك الفرحة شوية، مثلا لو لسه ما اشتغلتش، او لسه ما اتجوزتش، او حتى ما خلفتش، او لسه بتسعى وبتجتهد علشان تحقق طموحاتك واحلامك، فتأكد انه هيرزقك بالفرحة اللي هترضيك وهتفرح قلبك عن قريب. بس انت اصبر وابشر، لانها لما هتجيلك على شوق او بعد طول انتظار وصبر، فهتكون هي دي الفرحة اللي من القلب بجد. وهدي لك مثال، ولله المثل الأعلى. مثلا لو بتتفرج على ماتش منتخب بلدك وهو خسران وخلاص، وفي آخر ثانية ومع صفارة الحكم هوب جاب جول، والاستاد علي بالصوت والهتاف والشماريخ، فساعتها شعورك هيبقى ايه وهيكون عامل ازاي؟ والدنيا كلها بتفرح معاك وبنفس الوقت كمان. انما تخيل كده لو في اول الماتش منتخبك جاب مثلا 5-0، فخلاص انت مفيش خوف ولا قلق ولا فرحة، لان الماتش اصبح محسوم، والفوز كمان اصبح مضمون، ومش بعيد تسيب الماتش وما تكملوش، لانك خلاص عرفت النتيجة وضمنت الفوز. فبجد ابشر بالفرحة المنتظرة بعد صبر، علشان لما هتجيلك على شوق او عن جد. كن جميلا.